مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الخبر يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن بديع، المحلل السياسي والكاتب الكبير. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. اهلا بحضرتك. الحقيقه مصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط، وكلنا نعلم ان وزاره الخارجيه على وجه التحديد تعمل ليل نهار من اجل التواصل، من اجل على وجه التحديد محاوله احتواء الموقف المحتدم في المنطقه العربيه. كيف تابعت التطورات الاخيره والتي انتهت بتلك الهجمات الاسرائيليه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيليه على لبنان، وما تبعه ايضا من ربما محاولات للرد من قبل الحوثيين وأيضا حزب الله؟ تفضل يا فندم. هو أي جهود للاستقرار تبذلها مصر أو أي دولة أخرى هي بتذهب أدراج الرياح. نعم. لأن بسبب الممارسات الصهيونية الإجرامية وبسبب إصرار الكيان الصهيوني على الاستمرار في حرب الإبادة والحرب العدوانية اللي بيشنها على الشعب العربي الفلسطيني. نعم. واستمراره في تهديد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإصراره على محاولة تحويل المنطقة ودفعها دفعا إلى حرب شاملة قد تؤدي إلى حرب عالمية كبرى. نعم. كل ذلك نتيجة حسابات سياسية داخلية داخل إسرائيل ضيقة الأفق ترتبط وتتسم بطابع النفعية المطلق لنتنياهو شخصيا لكي يستمر في الحكم ويبتعد عن شبح المحاكمة الذي ينتظره، وكل ذلك من أجل تنفيذ أهداف عقائدية ساذجة ومتخلفة حول إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وغيرها، فضلا عن تنفيذ الأطماع الاستعمارية. ومن هنا نحن نرى أن السلام بعيدا، بل ربما لم يكن بعيدا عن الواقع والحقيقة أكثر ما هو بعيدا الآن. نعم. ونرى أن خاصة بعد حادثة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران مؤخرا أن السلام قد ازداد بعدا، وأن الأقرب لذلك هو مواجهات واسعة النطاق. نعم. مفتوحة لا سقف لها ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها بما سوف تصل إليه، وكل الاحتمالات والسيناريوهات قائمة وبشدة. صحيح. قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري أن الدولة المصرية تواصل الآن جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى وصفقة تبادل الأسرى والمختطفين. كيف يمكن الوصول لحل خاصة في هذا الملف، خاصة أيضا أن هناك من يقول من قبل بعض الجهات الإسرائيلية أو بعض المسؤولين الإسرائيليين أن حتى نتنياهو وقال لابيد أو يائير لابيد على ما أظن وهو أحد المعارضين في إسرائيل تحديدا، أن نتنياهو يحاول بقدر الإمكان ألا يصل إلى اتفاق أو صفقة لتبادل الأسرى بهدف أو لتحقيق أهداف سياسية خاصة به. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع ذلك؟ بكل صدق وبكل أمانة أقول إنه لا أمل على الإطلاق في أي مفاوضات أو تسوية أو إطلاق رهان أو تبادل أسرى في ظل الأوضاع الحالية. أولا نتنياهو هذا الموضوع ليس أصلا في دائرة اهتماماته ولا يلقي له بالا، وهو جاهز ومستعد للتضحية بال120 أسير ورهينة لدى المقاومة في سبيل تحقيق أهدافه العقائدية والدينية والاستعمارية والجنونية والإجرامية وغيرها. ثانيا إنه لا يوجد أي أفق ولا أي إمكانية لأي مفاوضات من أي نوع في بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية الذي كان يقود المفاوضات وكان يرأس رصد المفاوضات. وبالتالي هذا نوع من أنواع تضييع الوقت وخداع للنفس وللآخرين. لا أمل في أي مفاوضات حقيقية في ظل وجود هذا نتنياهو، والأمر منتهي تماما. وأنا لا أرى أمامي إلا معارك ومزيد من المعارك ودخول نحو المجهول من كل الأطراف في منطقة الشرق الأوسط. طيب، قال الوزير اللبناني أن التصعيد الأخير ربما يقوض جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويعكس نية الجانب الإسرائيلي في إطالة أمد الحرب. ما الذي يريده نتنياهو تحديدا، أو ما الذي تريده الحكومة الإسرائيلية أو الجانب الإسرائيلي إن صح التعبير من إطالة أمد الحرب؟
اولا انا اختلف مع تعبير وزير الخارجيه اللبناني انه بيقول ربما قوضت فرص السلام. لا، هي قوضت بالفعل وانهت كل فرصه للسلام. هذه النقطه. النقطه الثانيه، ما الذي يريده نتنياهو؟ قلت من قليل ما الذي يريده نتنياهو. يريد اعلان قيام اسرائيل الكبرى، يريد تدمير شامل في دول الشرق الاوسط او دول الوطن العربي، يريد ضرب وتصفيه محور المقاومه ككل، يريد بعد ذلك أن يعطي الدول العربية دول الطوق حول إسرائيل وبعض الدول العربية الأخرى التي قد تمتد إليها نيران المعارك أن يعطيها تورتة جاهزة لأمريكا لكي تتولى عملية الإعمار، ومن خلال الشركات الأمريكية بعد التدمير الشامل الذي من المفترض أن يحدث لهذه البلدان العربية. وهذا ما قاله نتنياهو رسميا في زيارته الأخيرة لأمريكا وبحثاته في واشنطن، وهذا ما أعلنته الدوائر الأمريكية نفسها. يعني هذا الكلام ليس فيه أدنى افتراء على نتنياهو، وبالتالي هذا ما يريده نتنياهو. إذا كنا في هذا المناخ فأي سلام نتكلم عنه؟ الأمر أصبح عبثيا. طيب الأمر أصبح عبثيا، ولكن دعني أخذ حضرتك لما يحدث على أرض الواقع. هناك مبادرة لجو بايدن، أين هذه المبادرة؟ بالأمس لقاء مع مسؤولين من الأمن القومي فيما يتعلق بالتصعيد المحتدم الآن في منطقة الشرق الأوسط، لقاء مع يعني ملك الأردن أيضا للحديث عن هذا الموضوع. هذه اللقاءات المتلاحقة حتى الآن أو حتى يومنا هذا، يعني إلى أي مدى يمكن أن نعول عليها؟ ولماذا أمريكا تقوم بقدر الإمكان أو تحاول بقدر الإمكان أن تحتوي هذا الموقف في الغرف المغلقة، ولكن في النهاية لا نجد الحقيقة أي بصيص أمل على الأرض؟ بصي، لو كان الأمر يتعلق بفرص السلام أو اتفاقات، أنا رأيي أن هذه الفرص ماتت يوم أن تم اغتيال الشهيد إسماعيل هنية. أما ما يجريه السيد بايدن من اتصالات محمومة ومجيء وفد مجلس الأمن القومي الأمريكي ولقاءات مع وفود إيرانية ووساطات عربية وغير عربية ودولية، كلها هدفها واحد، هو منع اشتعال الحرب الشاملة أو منع الرد الإيراني أو منع الضربة الإيرانية المتوقعة. هذا هو الهدف فقط من وراء تحركات أمريكا. لا سلام ولا تبادل رهائن ولا وقف إبادة الشعب العربي الفلسطيني ولا أي شيء من هذا القبيل. هذه أوهام. العدو واضح جدا في موقفه ومعلن ومحدد، وعلى الجميع، جميع الأطراف بلا استثناء، أن تتعامل معه بنفس الدرجة وبنفس القدر من الوضوح والتحديد حتى تستقيم الأمور. أما غير ذلك للمرة الثانية وأنا آسف، عبث في عبث ووهم في وهم. طيب، بما أننا نتحدث عن أمريكا والإدارة الأمريكية، ربما صدر تقرير أو أخبار من CNN الأمريكية وقالت أن ما تفعله إسرائيل أو تلك الأكاذيب التي تقولها يعني إسرائيل هي مجرد هراء أو هي أكاذيب في المقام الأول، خاصة فيما يتعلق بحركة حماس، حيث ادعت إسرائيل أن حركة حماس في طريقها إلى الزوال بعد مقتل الشهيد أو عفوا بعد استشهاد الشهيد إسماعيل هنية، وأنه بالفعل تم القضاء على حركة حماس، في حين أن نفس القناة وهي CNN الأمريكية نفذت ذلك وقالت أن حركة حماس استعادت قوتها وإن شاء الله في القريب العاجل ستكون بنفس القوة. ماذا ترى عن حركة حماس تحديدا بعد استشهاد إسماعيل هنية واستشهاد أيضا الرجل الثاني أو القائد الثاني في حركة حزب الله؟ كيف ترى حماس خلال المرحلة القادمة؟ بصي، طبعا ما تقوله إسرائيل عن قرب انتهاء حماس وتدميرها برضه في إطار العبث. احنا في مشهد عبثي شامل كأنه مسرح لا معقول بتاع زمان. يعني عبث ما بعده عبث. بالتأكيد كلام CNN صحيح. المقاومة الفلسطينية لم تنتهي ولن تنتهي. صحيح. والمقاومة الفلسطينية التي قاتلت وتقاتل بشكل أسطوري غير مسبوق لمدة 10 أشهر كاملة قادرة على إلحاق مزيد من الخسائر بالعدو الصهيوني حتى يومنا هذا، حتى هذا اليوم الخسائر متتالية
في العدو الصهيوني من حيث العدة والعداد. نعم. وبالتالي والأفراد، وبالتالي الكلام عن القضاء على المقاومة ومحور المقاومة هو عبث ما بعده عبث، وإسرائيل تعلم ذلك جيدا. المقاومة لن تنتهي، والمقاومة أعدت نفسها لحرب طويلة الأمد، خاصة أن حرب المدن تكون حرب طويلة الأمد وحرب استنزافية من الدرجة الأولى. نعم. والكيان الصهيوني يعلم أن المقاومة أبدعت في العلوم العسكرية والأداء العسكري بما سوف يغير العديد من المناهج التي تدرس في الكليات العسكرية والأكاديميات العسكرية. هو يعلم ذلك جيدا، ويعلم أن المقاومة تقاتل ومستمرة في القتال، وأن المقاومة ليست في غزة وحدها. نعم. المقاومة اليوم مشتعلة في الضفة الغربية، بل في إسرائيل 48، بل في جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغيرها. هو يعلم ذلك جيدا، ويعلم أن المعركة طويلة الأمد وممتدة. وأقولها صريحة، لولا مساندة أمريكا والناتو لإسرائيل لكانت قد انتهت من زمان. صحيح. يعني معركة ال10 أشهر دي ما كنا استمرنا للشهر العاشر على الإطلاق، رغم الفارق الرهيب في التسليح والإمكانات بين المقاومة التي تقاتل في ظروف بالغة الصعوبة وبشكل أسطوري، وبين العدو الصهيوني بالإمكانيات الضخمة والواسعة وبالغطاء الكامل الذي يقدمه له حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. قال أحد المراقبين للمشهد السياسي أن أمريكا، هناك تصريحات من البيت الأبيض بأن هناك الحقيقة قدرات عسكرية إضافية سيتم نشرها في منطقة الشرق الأوسط أمريكية على وجه التحديد. دلالة التوقيت، لماذا في هذا التوقيت تحديدا تتحرك أمريكا لتصدر هذا القرار بنشر قوات أو قدرات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط؟ وهل ترى حضرتك أنه بالفعل سيحتدم الأمر، خاصة في ظل ربما وجود كما يقال، وصحح لي إن كنت مخطئة، تحالف بين الحوثيين وحركة حماس وحزب الله خلال المراحل القادمة؟ أولا أمريكا متواجدة بقوة من يوم 7 أكتوبر اللي فات، من يوم بداية طوفان الأقصى. نعم. ثانيا أمريكا فعلا من فترة سحبت الكثير من قوتها، لأن لقت أن الأمور يعني لا تتطلب ذلك. لكن مع لحظة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران، عادت أمريكا بأقوى قوة لديها وبالغواصات النووية وبحاملات الطائرات. نعم. وكل ما تملكه من أسلحة، وعادت بقوة، وعلى حالة التأهب النووي، وعلى حالة التأهب في الناتو، وعادت بكل قوة خوفا على إسرائيل، وخوفا من الضربة الإيرانية المتوقعة، وخوفا من رد محور المقاومة عليها. وبالتالي ده السبب التواجد العسكري الأمريكي المكثف في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكل الاحتمالات قائمة. واحتمال اشتعال الموقف لأي سبب في لحظة أمر وارد بشدة، أمر ونحذر منه. وإن كانت أمريكا لا ترغب في حدوث حرب شاملة واسعة النطاق الآن في المنطقة، لأنها تعلم جيدا أنها حتما سوف تؤدي إلى حرب عالمية لا محالة مع الصين ومع روسيا. نعم. وساعتها سوف تتغير أمور كثيرة في العالم. وبالتالي هذا مجهول الأغلبية الساحقة من دول العالم. صحيح. لا تسعى إليه ولا تريده. أما عن الحوثيين وحزب الله، هم يشكلان جناحان أساسيان في محور المقاومة، وهم لديهم علاقات قوية وتنسيقية وتعاون وثيق من قبل 7 أكتوبر، وهم مع سوريا والعراق وإيران والمقاومة الفلسطينية. نعم. يشكلون جميعا محور المقاومة المواجه والمناوئ والمقاوم للعدو الصهيوني ومن وراء أمريكا والناتو. نعم يا فندم، شكرا جزيلا الأستاذ حسن بديع، الكاتب والمحلل السياسي الكبير. أشكرك يا فندم جزيل الشكر.